كلنا شفنا تصريح ابراهيم نور الدين الاخير مع كابتن شوبير، وان الراجل قال هدف الاهلي اللي هو لغاه في ماتش طلائع الجيش عام 2021 في الدوري اللي اخده الزمالك كان هدف صحيح. اسمع معايا بنفسك. لما شفتها بعد الماتش تأكدت ان هي هدف. الحكم المساعد واجباته الاساسيه ان هو بيشير. ادي اعتراف صريح وضمني من حكم مباراة انه تغاضى عن احتساب هدف صحيح بسبب حكم الفار وحكم الراية ورماها على غيره، بس الراجل اعترف ان الهدف كان صحيح للنادي الاهلي. وللعلم الاهلي خسر الدوري ده بسبب الجول ده وبسبب الماتش ده بعد خسارته لنقطتين كانوا من حقه. وعلى فكرة برضو الدوري ده حصل فيه اخطاء تحكيمية فجة ضد الأهلي ولصالح نادي الزمالك، ولو مش مصدقني تعالى أوريك كل الأخطاء التحكيمية اللي الزمالك كسب بيها الماتشات في الدوري ده، وكل الأخطاء التحكيمية اللي الأهلي خسر أو تعادل بسببها برضو في الدوري ده. يلا بينا. واول خطأ معانا في ماتش الزمالك وبيراميدز اللي خلص بالتعادل 1-1 بعد الغاء هدف تراوري بداعي التسلل، وهو ما فيهوش اي حاجه وخد الزمالك اول نقطه حرام. وتاني 3 نقط حرام اقصد بالعرق كانت قدام انبي بعد عدم احتساب ضربة جزاء ما فيهاش شك على ابننا امام عاشور بعد تدخل واضح وصريح على ابننا برضو كريم فؤاد. زي ما انتم شايفين كده دفع من الخلف او دفع من ظهر كريم فؤاد، ما فيهاش كلام ضربة جزاء ولا كمان الفار رجعه ولا اي حاجة خالص. تخيل ان كورة زي دي في وجود الفار ما اتحسبتش ضربة جزاء. وفي نفس الوقت احتساب ركلة جزاء لاشرف بن شرقي فيها وعليها 50-50، والارجح ان هي ما تتحسبش عشان الصباحي الاهلاوي، ها واخدين بالكم، الاهلاوي يهدي الزمالك اول 3 نقط عرقانين في الدوري. وخلص الماتش ده بالتعادل 1-1 رغم ان النتيجه العادله ليه كان 2-1 لانبي في ظل ضربه الجزاء حتى اللي اتحسبت للزمالك. وبعد كده 3 نقط جديده حرام في نفس الدوري، في نفس الدوري في ماتش المصري، وبرضه ضربة جزاء 100% قدام عين الحكم. انا لحد دلوقتي مش فاهم ازاي هو ما حسبهاش، وازاي الفار ما رجعوش لمسة يد ما فيهاش كلام على مدافع الزمالك، ولكن الحكم تغاضى عنها تماما وكسب الزمالك الماتش ده 1-0 عشان يحقق تاني او تالت 3 نقط حرام. تعد معايا ولا نمت؟ كده بقوا 7 نقط حرام لحد دلوقتي في دوري واحد، دوري 2021، دوري الموجه من لجنة الحكام واتحاد الكوره لنادي الزمالك. نيجي بقى للعبة اللي بعدها وماتش سموحة وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة 100% لسموحة على طارق حامد، معلق رجل مهاجم وواضحة للكل بشكل كبير، وكل خبراء التحكيم اكدوا على صحة ضربة الجزاء وهي مش محتاجة. لو جبت ابن اختي الصغير ده هيقول ضربة جزاء، ويخلص الماتش للزمالك 2-1 ويحققوا 3 نقط حرام في مسلسل دوري الحكام. كده بقوا 9 نقط. ايوه كده، ما تنامش معايا عشان لسه بدري. وفي ماتش دجلة وبعد احتساب ركلة جزاء للزمالك غريبة عجيبة والرجوع للفار والحكم حسبها سبحان الله بعدها بدقيقة بالظبط او دقيقتين ضربة جزاء بنفس الطريقة لدجلة، ولكن مفيش فار. ليه؟ مفيش حكم. ليه؟ مفيش حد اصلا. عارفين ليه؟ عشان الحكم كان مؤسس علم الاحتواء محمد عادل. وخلص الماتش 0-0 بعد ما عبد الله جمعة ضيع ضربة الجزاء. ما هو كده اللي بيجي حرام بيروح حرام، ودي الكوره بتاعت فتوح اللي جت في ايده وكانت مكبره جسمه وما اتحسبتش، والزمالك حقق نقطه عرقانه جديده عشان يوصل الزمالك للنقطه ال10 الحرام في دوري واحد في وجود الفار. دي كده كل الاخطاء اللي اتحسبت لصالح الزمالك رغم انها مش من حقه، وتعالى اوريك كل الاخطاء اللي اتحسبت على الاهلي رغم انها كانت من حقه. يلا بينا. ونبدأ بأول كورة وهي جول أيمن أشرف في البنك الأهلي مع الحكم محمد سلامة، وفي ظل وجود الفار يتلغي جول زي ده صحيح 100% لأيمن أشرف بعد ما طلع وحط الكورة بدماغه بدون أي أخطاء. ولكن كان لحكم اللقاء والفار رأي آخر عشان يخسروا الأهلي نقطتين في مشوار الدوري وينتهي الماتش 0-0. والعجائب القدر إن نفس الكورة دي بعدها حصلت تاني في كذا دوري أوروبي واتحسبت عادي جدا، بس هي عشان للأهلي. تاني كورة معانا كورة اسلام جمال اللي جابها من جوه الشبكة بعد ما تخطط بكامل محيطها، مش زي كورة زيزو، ورغم وجود الفار برضو ما اتحسبتش بقيادة ابراهيم نور الدين. وخسر الاهلي نقطتين جداد بفعل فاعل عن طريق الحكام عشان يكون الاجمالي لحد دلوقتي 4 نقاط.
على بقى لجهاد جريشة الزملكاوي في ماتش بيراميدز والتغاضي عن احتساب ضربة جزاء صحيحة 100% لصالح محمد شريف. تدخل واضح من احمد سامي على رجل شريف الشمال، لو ركزت على رجل شريف هتشوف العرقلة بوضوح عشان يزق رجله وبعدها الكورة. وفي ظل وجود الفار جهاد جريشة لم يقتنع ان الكورة دي ضربة جزاء وفعلا ما حسبهاش وحرم الاهلي من ضربة جزاء صحيحة، ولم يكتفي بده بس، لا وكمان لغى هدف صحيح 100% لصالح الاهلي على بواليا بعد ما الكورة وقعت من ايد شريف اكرامي كعادته يعني لما كان معانا، بس ساعتها محدش كان بيلحقه، لكن جهاد لحقه في الكورة دي بدون اي تلامس، الكورة وقعت من ايده، بواليا لقاها قدامه وسجل هدف شرعي 1000000%، ولكن لم يحتسب الهدف وخسر الاهلي نقطتين جداد قدام بيراميدز ليصبح اجمالي النقط المهدرة بسبب التحكيم 6 نقاط. وحالتين جداد بقيادة الغندور الصغير وضربتين جزاء لصالح الأهلي لم يحتسبوا، الأولى لصالح وليد سليمان ودفع واضح من خالد رضا بإيده اليمين، مش كتف في كتف خالص يعني، حتى لو مش من جوه هتبقى فاول من بره، ولكن الغندور لا يرى لا يسمع ولا يتكلم ولا يحتسب ضربة جزاء صحيحة للأهلي. والكورة التانية ضربة جزاء ما فيهاش كلام لصالح أحمد رمضان بيكهام بعد شد من مدافع دجلة، شدة واضحة لبيكهام من دراعه الشمال ما فيهاش كلام. تخيل ان الغندور ما حسبهاش برضه في ظل وجود الفار عشان يخلص الماتش تعادل ويخسر الاهلي نقطتين كمان عشان يبقى اجمالي النقاط 8 نقاط بسبب الحكام. وبعد كده ماتش المحلة بقيادة محمد معروف صاحب الفرحة الشهيرة في ماتش الزمالك وضربة جزاء غير محتسبة لصالح محمد هاني بعد عرقلة مدافع المحلة قدام عين الحكم والفار، ولكن الحكم برضه لا يرى لا يسمع لا يتكلم ومحتسبش الكورة دي وقال عادي ما فيهاش حاجة وكمل. تخيل معايا كده فخد لعيب المحلة ده اللي داخل في هاني فجأة أصبح هوا وهاني وقع لوحده، وبعدها كورة شريف اللي مفروض إنه رايح انفراد ومفروض إن فيها كارت أحمر لمدافع المحلة، نفس كورة حسام عبد المجيد في ماتش سيراميكا بالظبط وبرضه ما خدش الكارت الأحمر، وتغاضى عنها الزملكاوي محمد معروف عشان يخسر الأهلي 3 نقط مهمين في مشوار الدوري بفعل فاعل بقيادة معروف ليصبح إجمالي النقاط كده 11 نقطة. والحالة اللي بعدها ضربة جزاء لربيعة على فتوح اللي دهس أنكر ربيعة كورة دي، ولكن أمين عمر احتوى الموقف وخلص الماتش 0-0 عشان يخسر الأهلي نقطتين كمان ليصبح الإجمالي 13 نقطة. وبعد كده ماتش الإسماعيلي والحنفي لازم ياخد دوره وعدم احتساب ضربة جزاء صحيحة 1000000% لصالح أجاي على حارس ومدافع الإسماعيلي بعد التدخل على أجاي بمنتهى العنف لينتهي اللقاء 1-1 ويخسر الأهلي نقطتين جداد ليصبح الإجمالي 15 نقطة بالحكام ضاعوا على الأهلي في موسم 2021. دي أخطاء التحكيم اللي كسب بيها الزمالك دوري 2021. قول لي إيه رأيك يا أبو الكباتن كده، هل الزمالك كان يستحق اللقب ده ولا لا؟ وهل الأهلاوية بيقعدوا يصيحوا بقى زي جول حسن شحاتة سنة 81 والكلام ده ولا لا؟ عشان لما أقول لك أنت ال 14 ولا ال 15 دوري مش فاكر كام دوري بالظبط واخدهم، كان نصهم أصلا واخدهم بالتحكيم مش بتصدق، أدي دوري منهم أهو بالتحكيم ومش بالحالات اللي انا جايبها بس، لا ده كمان باعترافات الحكام بنفسهم بعد ما بيعتزلوا، زي ما ابراهيم نور الدين قال لك بالظبط. لايك وشير في كل مكان ووريهم هم بيكسبوا الدوري بتاعهم ازاي. سلام.